في المهدي. حياك الله، وانت بتاخذ وقت الحلقة فأرجوك اختصر واسأل بسرعة. أستاذ حبيبي أستاذ مهدي البخاري من أول الشاشة والله. الله يخليك، تفضل عطنا شاركنا بسرعة. طيب بدي أتدخل بس بالنسبة للموضوع نفسه. أولا إنه معادلة الهدف الجيد، يعني سمعنا إنه في معادلة جيدة من الدكتور طارق السداد واحدة من دواراته، إنه بيقول بالنسبة لتحقيق الهدف الجيد إنه لازم يكون صعب وممكن. هذا تقريبا تأكيد لكلامك يا أستاذ مهدي والأستاذ نفسه المقدم، إنه الهدف لازم يكون صعب ونفس الوقت يكون ممكن، يعني لأنه إذا ما كان صعب فهذا يعتبر هدف ليس بجيد أو إنه ما يتميز عن غيره أساسا، يعني لأن الإنسان المتميز في أهدافه لا يمكن أن يرضى يعني حتى بأقل مما يستحق، يعني هذه واحدة. وبالنسبة إنه لازم يكون ممكن، لأنه إذا كان هدف غير ممكن فيعتبر هذا حلم يعني. وحاجة ثانية إنه عشان يبدأ الإنسان أي إنسان بتحقيق هدف معين حلو إنه يبدأ وعينه على إيش، على النهاية، ينظر للنهاية. وبعد يعني أقل حاجة واحدة من الشغلات الحلوة اللي ممكن يسويها إنه قبل ما ينام يتوقع أو يتخيل أو يحلم بالهدف إنه كأنه حققه، فهذه حاجة حلوة إنه حتى يصل لهدفه المنشود. أنا أخيرا سعيد يعني أطلع إنه فعلا الإنسان مع العزيمة والاجتهاد إن شاء الله ووضوح الهدف يصل حتما يعني كل إنسان لمراده. شكرا جزيلا. أطلع أنا يعني جميل إنك اتصلت. أنت شاركت معنا في قراءة ناحية النسخة الأولى. نعم أنا النسخة الأولى معاكم أستاذ مهدي. أنت كان حلمك يعني وهدفك في بداية البرنامج إنك تحصل على 250,000 ريال صح؟ طبعا لا. لأن هذا كان من الأهداف الثانوية، لكن هو بالنسبة لي برضه هدف يعني. كان من أهدافك؟ من أهدافي نعم. جميل جدا. طيب أنت ما حصلت على 250,000 صحيح؟ كيف؟ ما حصلت على 250,000. طبعا لا. جميل، لكن خذت التجربة هذه ايش وصلت في النهاية لها؟ يعني اقل حاجة انه طلعنا، ما اقدر اقول لك يعني فعلا كمية كبيرة من المعلومات اللي ممكن لو اجلس سنة وسنتين وثلاثة ممكن ما احصل عليها. فكان في يعني فعلا كم هائل من المعلومات من خلال المدربين الكبار اللي نحن يعني كانوا مشاركين معنا في البرنامج. فهذه واحدة من الشغلات اللي فعلا استفدت منها يعني. إضافة إلى يعني معرفة الناس وسواء أو فعلا كان في فورس يعني. عطلة أنا عايز أسألك يعني بص أنا عايز أطلع بره الكلام والأدبيات وعايز أسألك بوضوح أنت هدفك إيه في الحياة؟ عايز إيه؟ نعم؟ عايز إيه؟ يعني حلمك إيه؟ حلمك إيه في الحياة؟ بإذن الله تعالى يعني إعلامي رقم 1 ومدرب رقم 1 على مستوى العالم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أنت عندك كم سنة يا عطلة؟ أنا عندي الآن بدأت 19. عمري 430 خشينا بال 19. أنت يعني عندك الحلم ده من إمتى؟ إمتى بدأ عندك الحلم ده؟ هذا الشيء له تقريبا الآن 3 سنوات. من 3 سنوات. وأنا من الناس يعني فعلا يعني الشيء هذا هدف وقاعد أستغله يعني. عملت إيه بقى في ال3 سنوات دول؟ عملت إيه؟ وحجم اقترابك من الهدف كان عامل إزاي؟ والله الحمد لله يعني كان في بعض المشاركات حتى الإعلامية كان في بعض المشاركات الإعلامية اللي أنا أفتخر فيها كثير. وإضافة ل بعض كثير دورات أخذتها الحمد لله. والآن أنا في فترة في دورة قاعد أخذها تقريبا بعد أسبوعين أنا أخذ دورة إخصائي تشخيص نفسي. أيوة. للندوة العالمية للشباب الإسلامي. طيب شكرا جزيلا يا عطلة وسعدنا مشاركتك معنا وربنا يا رب ييسر لك وتحقق هدفك بإذن الله. خلينا عشان أنا شايف إنه قربنا نغلق. قدامنا يمكن الدقائق. طيب خلينا أقول لك حاجة. الآن الشاب حدد عرف ذكاءه وعرف مقدراته الجسدية ثقافته علمه، كل ما ازداد علم وثقافة كل ما أسهل عنده تحقيق طبعا الهدف. جميل. المعوقات الخارجية في وسائل الإعلام المختلفة بتلهي. لابد إني أشوف الشيء اللي يلهيني عن تحقيق هدفي أبعد عنه واستخدم هذه المعوقات لأن نشوف هذه الوسائل الإعلام إما إنك تركز على إنك تكون مغني أو تكون ممثل أو ممكن وسائل الإعلام تخليك تكون ممكن تطلع إرهابي بسبب اللي يشوف الكلام المسمع في الإنترنت. فلازم أنا أستخدم هذه الأشياء اللي ما يفيدني
لتحقيق هدفي. جميل. الأمر الآخر، الوالدين، مو لازم الآباء والأمهات اتركوا أولادكم يحددوا أهدافهم بنفسهم، أنتم ساعدوهم، لكن لا تضغط عليهم إنك لا إذا ما سويت كذا. الأمر الأساس، الأصدقاء، قل لي من أصدقائك أقول ما هو أهدافك. تمام. إذا أنت مع ناس أهدافهم وهمتهم عالية حتكون همتك وأهدافك عالية. إذا كنت مع ناس طوال الوقت حاطين نظارة سوداء على عيونهم وشايفين المجتمع بنظر أسود والدنيا بنظر أسود حتكون مثلهم. المدرس لابد ما يحطم التلاميذ. التلميذ اللي قال أنا عندي هدف كذا المفروض يساعد ويقف معاه عشان يحقق هدفه. الأمر الآخر، أنا أتمنى إنه الشباب اللي بيشوفون الآن يسجلوا هذا الكلام اللي بقوله. إيش اللي يساعد الشاب على تحقيق هدف؟ أنا عندي هدف، إيش اللي يساعدني على تحقيق هذا الهدف؟ الله سبحانه وتعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنت بصير نفسك، فلا تقول للمجتمع، لا تقول للناس. في قصة جميلة ظريفة تقول في سباق بالضفادع، مجموعة ضفادع بتسلقوا جبل، سباق مين يفوز؟ كل الناس قاعدة تضحك، ضفادع تتسلق جبل لا يمكن. فبدأ الضفادع يتسلقوا، الأول بدأ يسمع الناس أتحبط، الثاني أتحبط، في واحد ضفدع يوصل للنهاية سلق الجبل. جاء سألوه كيف حققت هدفك؟ قال لهم ها أنت نسألك كيف حققت هدفك؟ طلع ما يسمع. ما سمع المعوقات، ما سمع كلام الأحباط، ما سمع المجتمع ما يساعدني، المجتمع أسود، الدنيا الآن مش كويسة، الآن الفرص قليلة. لا يا أخي، أنت تصنع الفرصة، أنت من تصنع. شوف إن الواحد يقرر هدف محدد وبعد ما يمشي يكتشف إن هو يعني إن هو لا ما كانش عايز ده، ويقرر إنه غير طريقه. هذا ده يعتبر فشل ليه؟ لا مو فشل. شوف يا أخي، لما سألت الأخ عبد الله لما شارك معنا برنامج قرآن أحيانا، هو كان عنده هدف إنه يحصل على 4 مليون، لكن ما حصل عليها. لكن في سعيه لتحقيق الهدف هذا عمل أشياء، اكتسب علم واكتسب خبرة. إلا هذا العلم والخبرة حيفيده في شيء آخر. لا يمكن علم وخبرة تكتسبها إلا حيفيدك. جميل. أمر آخر عشان الشيء يساعدني الشاب لتحقيق هدفه، دراسة نفسك. أنت تدرس نفسك. الإنسان على نفسه بصيرة. طب أنا خطي حلو، أشتغل خطاط، أنا رسام، أحدد في الرسم، أنا عندي التمثيل. كل الناس اللي حواليه بيقولوا أنت ممثل بارع، خلاص نتوجه إلى التمثيل. كل الناس يقول يا أخي أنت مخك نظيف، أنت يا أخي أنت مهندس يا أخي، يقول توجه إلى الهندسة. بعضهم يقول يا أخي أنت عندك حس مرهف وكذا وتخاف عن، يا أخي توجه إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر دراسة الهدف اللي بتحققه. الهدف اللي بتحققه لازم تدرسه، إذا يمكن تحقيقه أو لا يمكن تحقيقه. الأمر الاستشارة، استشير يا أخي، روح استشير أبوك، استشير أمك، استشير إخوانك أكبر منك، استشير الناس اللي في ذا المجال، استشير أستاذك، استشير ما خاب من استشار منادبه، من استخار واستخير الله سبحانه وتعالى، واطلب من الله التوفيق ودراسة الواقع. الواقعي أنا إذا أنا عايش يساعدني في تحقيق الهدف هذا ولا لا؟ إذا ما يساعدني أتركه. يعني دي روشتة كافية جدا لكل الشباب، محدش له حاجة دلوقتي، واخدين روشتة كاملة. أرجو أن يكون في حد فعلا بيأيد الكلام ده، لأن الحقيقة برضو أحد الحاجات اللي كانت كل المدربين بيتكلموا عليها إنك دايما لازم تكتب، إنك اكتب دايما أهدافك، اكتب دايما مناطق القوة عندك، اكتب دايما مناطق الضعف وكيف تتغلب عليها، اكتب الفرص المتاحة قدامك، حاول دائما تكون صديق الورقة سواء إذا كان قراءة أو كتابة. وقتنا خلص بسرعة مع أستاذ مهدي، وللأسف الشديد كنا نحب نقعد معاه أكثر من كده، لكن هو عموما بيشرفنا بشكل عام على شاشة قناة فرصة شباب في برنامج شباب في شباب، إن شاء الله هينزل قريبا، بالإضافة طبعا لبرامج أخرى هنشاهدوا فيها. نحب بس في النهاية ننوه إن احنا ننتظر اتصالكم بينا، ننتظر مراسلاتكم على إيميل اللي هيطلع قدامكم على البرنامج من الآخر @forshebab.tv. شاركونا تجاربكم وشاركونا آرائكم وطموحاتكم، واللي يحب يخش في منتدى فورشباب في قسم من الآخر، اللي يحب يناقش واللي يحب يخش يطرح معنا موضوعات نطرحها في الحلقة